تتويج مارسيليا يمنح الدولي المغربي أمين حريش مكانا في تشكيل المنتخب المغربي. استعاد النجم أمين حريش عافيته ليدخل من جديد قائمة منتخب المغرب بعد صدمة الخروج في الرمق الأخير من قائمة أسود الأطلس لمونديال قطر 2022 بسبب قطع في أربطة الركبة. والتحق لاعب مارسيليا بمعسكر الأسود الجاري ويتأهب تدريجيا لاستعادة وضعه السابق كلاعب أساسي ضمن تشكيل المدير الفني وليد الركراكي. وتوج أمين حريش بجائزة أفضل لاعب بصفوف ناديه أولمبيك مارسيليا لشهر شوشنبر بعد المجهودات التي بذلها في الآونة الأخيرة، بعدما استعاد كامل توهجه في منافسة ليغ 1 الفرنسية. وبات حاريش من أفضل نجوم البطولة الفرنسية في الوقت الحالي، لذلك يحرص الناخب الوطني وليد الركراكي على دعوته باستمرار لعرين أسود الأطلس. وتألق حريش بشدة في نانت الفرنسي، فضمه نادي شالكا بعمر 20 سنة في 2017، وتوهج أيضا في ملاعب ألمانيا ولفت الأنظار وسط نجوم البوندسليغا. لكن لاحقا روجت الوسائل الإعلام الألمانية لإدمانه السهرات في قاعة القمار، وهو ما نفاه اللاعب وتسبب له ذلك في أزمة نفسية قوية. وبأن المصائب لا تأتي فرادى، حاول اللاعب أن يتحرر من هذه الملاحقة الألمانية بفسحة أمل في بلاده بالمغرب، إلا أنه في صيف 2019 تورط في حادثة سير بمراكش تمت ملاحقته على إثرها لاحقا. استبعد حاريش من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في إفريقيا بمصر بقرار مفاجئ قبل ضربة البداية من جانب المدير الفرنسي هيرفي رينال، فتضاعف يأس اللاعب. لكن مع الدعم العائلي خاصة من جانب والدته التي قررت البقاء معه في ألمانيا وزواجه، تغيرت حياته رأسا على عقب صوب الأفضل.